في الفيديو ده هنعرف مين هي السيدة العذراء مريم، وهنعرف ايه اللي حصل لجسدها بعد نياحتها، وهنعرف أشهر ظهور ليها في مصر وخارج مصر. لما كان عندها 3 سنين أهلها يوقيم وحنة قدموها نذيرة للهيكل، وقعدت هناك حوالي 9 سنين. حسب التقليد كانت بتخدم في الهيكل، تنظف، تصلي، وتتعلم التراة. بعض المصادر تقول إنها كانت ترى رؤى ويظهر لها ملاك أحيانا وهي صغيرة. طب انت عارف إن فيه التقليد الكنسي بيقول إن مريم اختيرت مع فتيات تانية لغزل ستار الهيكل، وده الحجاب اللي بيفصل بين القدس وقدس الأقداس. وفي أثناء الغزل ده جالها الملاك جبرائيل وقال لها: السلام ليكي أيتها الممتلئة نعمة. يعني كانت بتنسج الحجاب اللي هيتشق يوم صلب المسيح، رمز نهاية العهد القديم وبداية الجديد. ربنا قال: هل عذراء تحبل وتلد ابنا؟ ايه ده؟ ازاي؟ هي نفسها قالت: كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ رد الملاك وكان أعظم وعد في التاريخ: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. بس لحظة، المجد ده جه بتمن. مريم اتعرضت لشك، لخطر، رجم، لصمت يوسف، لنظرات المجتمع، لكنها صمتت. اتعلمت تقول: ليكن لي كقولك، حتى لو مش فاهمة. وده أعلى درجات الإيمان. لما شافت ابنها مصلوب ما صرختش، ما قالتش ليه أنا، أو إن شاء الله أنا وإنت لأ. وقفت في قوة. والكنيسة بتقول عنها: القديسة مريم كانت واقفة بجوار الصليب كالجند الشجاع الذي لم يهتز. هي أول من شارك المسيح في آلامه، وكانت أول من شاركته المجد بعد قيامته. طب كده دورها انتهى؟ أبدا. مريم لسه بتظهر، لسه بتشفع، لسه بتتكلم بصمت لكل قلب بيدور على النور. في كل تسبحة بنرنم: السلام لك يا مريم. هي مش مجرد صفحة في الإنجيل، هي نموذج حي لكل واحد عاوز يعيش لربنا بالكامل. السيدة العذراء ما ماتتش موت عادي أو صعدت زي السيد المسيح. بحسب التقليد الكنسي الأرثوذكسي، العذراء رقدت نياحة، جسدها لم يترك للفساد. التلاميذ حضروا نياحتها ما عدا توما، ولما جه بعد 3 أيام وفتحوا القبر وجدوه فارغ. وده بيشير ليه إن جسدها نقل للسماء. وده ما بنسميه صعود جسد العذراء، مش بمعنى صعود إلهي زي المسيح، لكن تمجيد خاص. تعالي بقى نتكلم شوية عن الظهورات. أشهر ظهور سنة 1968 في كنيسة الزيتون بالقاهرة. ظهرت فوق القبة وسط نور سماوي أمام آلاف من الناس. المعجزة اتوثقت بالصوت والصورة وشهد عليها مسلمين ومسيحيين. دي كانت أول ظهور مرئي حي للعذراء معتمد رسميا من الكنيسة. ظهور العذراء في شبرا 1986. كنيسة العذراء شارع أحمد حلمي شبرا، بدأت يوم 25 مارس 1986. ظهرت بصحبة نجوم متلألئة وأنوار قوية. البعض رأى شكلها الكامل، والبعض الآخر رأى ضوء نوري بيرفرف فوق القبة. استمر الظهور لفترات متقطعة وتحدث عنه الإعلام وقتها. ظهور العذراء في أسيوط 2000. دير السيدة العذراء جبل درنكة أسيوط من أغسطس إلى سبتمبر 2000. ظهرت الأنوار فوق الكنيسة وسط حضور آلاف المؤمنين. تم توثيق ظهورها بالفيديو وكان واضح جدا. تم إعلان الحدث رسميا من الأنبا ميخائيل مطران أسيوط وقتها. ظهورات خارج مصر. لورد فرنسا 1858. ظهرت العذراء 18 مرة للفتاة برناديت، طلبت التوبة والصلاة من أجل الخطاة. ينبوع ماء ظهر فجأة ومنه تمت آلاف الشفاءات. فاطمة البرتغال 1917. ظهرت ل3 أطفال وتنبأت بالحرب العالمية الثانية وارتداد روسيا. أحد أعظم الظهورات في التاريخ ومعتمد من الكنيسة الكاثوليكية رسمياً. جاراباندل أسبانيا 1961. ظهرت مراراً ل4 فتيات صغيرة، تركت رسائل عن التوبة والعقاب الإلهي. الكنيسة لم تعتمدها رسمياً، لكنها بتثير اهتماماً واسعاً. لو انت وصلت لحد هنا والفيديو عجبك،
أتمنى تقول لنا عاوز الموضوع الجاي عن إيه وتعمل شير.